صباح الفل، انا مريت النهارده هعمل لكم اكله بسيطه وسهله وفي نفس الوقت طعمها حلو قوي. كل اسبوع لازم اعملها. جوانح الفراخ هقول لكم ازاي بعملها بطريقه كده تطلع طعمها مسكر وحلو، ومش بحمرها على البوتاجاز، بس هقول لكم يعني في الفيديو انا بعملها ازاي. ورز بالشعريه، ومفيش بقى احسن من الاكل ده. هنا كنت بدوق الملوخيه موقفه جوزي جنبي عشان اصور، وهو هيموت وياكل اصلا. دلوقتي انا هحط الجناحة في محلول كده عبارة عن مية، شرايح ليمون، شوية سكر، شوية ملح. هحط المية اللي انا هسلق فيها الجناحة على النار. احط معاها بقى بصل، ورق لورا، وكام فص من الثوم. ويا سلام بقى لو تزودوا كمان جزرة، تقطعوها شرايح وحبهان. وحطيت الجوانح لما المية ابتدت تغلي، وضفت كمان فلفل اسمر وشوية من الكمون. وهغطي عليها واسيبها على نار متوسطة، ومنساش طبعا الملح. في الاخر بعد ما الاجنحه تستوي، هطلعها اصفيها كويس واطلعها على مناديل او حاجه، المهم تتصفى من الشوربه كويس. بالنسبه للشوربه عشان كميتها طبعا كتيره، هاخد منها حوالي كوبايتين ونص كده على جنب، ابقى اعمل بيهم الرز. احط بقى سمنه فلاحي واشوح شويه من الشعريه، وبعد كده هضيف عليهم ده نص كيلو من الرز. وهضيف الملح بتاعي واقلب الرز بالشعرية كويس. بعد كده اضيف بقى الشوربة او المية زي ما تحبوا. تقريبا نص كيلو الرز بياخد معايا 3 كوبايات شوربة او مية، 3 كوبايات، 3 كوبايات الا ربع، يعني حاجة كده. هغطي بقى على الرز واسيبه ياخد غلوة، وبعد كده هدي النار شمعة خالص لحد ما يستوي. بالنسبة بقى للأجنحة، فأنا جبت صينية دهنتها بالسمنة، دهنتها بسمنة فلاحي يعني وكده. وهحط الجوانح عليها وابتدي ان انا ادهنها كويس واحطها في الفرن واشغل الشوايه اللي فوق عشان تتحمر. انا شايفه الطريقه دي احسن من ان انا اقليها على النار فوق، علشان ما تبقاش دسمه قوي. الملوخيه بقى انا سايبه الشوربه تغلي، وعلى جنب بقى حاطه في طاسه شويه سمنه فلاحي مع فصوص توم كتيره كده وكزبره. واول ما الملوخيه بتاعتي تبتدي ان هي هتغلي كده، اروح طبعا عامله الطشه بتاعت الملوخيه. ودوقوا بقى احلى ملوخيه، بيبقى طعمها جميل قوي. لو عندكم اي تريكات في الملوخيه بتعملوها برضو قولولي في التعليقات تحت الفيديو. وبس كده معانا احلى اكله، رز بالشعريه جنب طبق الملوخيه. والجوانح بتاعه الفراخ بيبقى طعمها لذيذ قوي. جربوها، مستنيه تعليقاتكم. اشوفكم في وصفه جديده، وباي باي.